بتاعي اهو، شقاية وتعب اهو، المال الحلال اهو. فن ذاتي أغلى من خلاجات. السلام عليكم. صحيت الساعة 5 صباحا بتوقيت الريف المصري الأصيل وبليت ريقي من القلة. لقيت عمر اللي قلت له باحو باح. لقيت أشطر كتكوت جايبالي كحك وبسكويت ولبن عشان نفطر. فنزهت اشطر كتكوت، فطرت كده فرعوني ورحت رايحه غسله المواعين في السريع البريع، عشان انتوا عارفين الاهم من الشغل ضبط الشغل. غسلتهم كده وخليتهم فله شمعه مزنهره. ما تنساش بقى لايك للفيديو وصلوا على النبي كتير في الكومنتات. ببص كده من الشباك لقيت حكشه اللوكشه بيعمل لي باي. قلت له بتعمل ايه؟ قال لي انا والراجل صاحب البيت بننزله تم. قلت لا، لازما وحتما لابد اخد فرعوني الكبير الصغير ونروح نساعدهم. اخدت القفه ديت وقعدت اعبي فيها التم، شكاد مخرومه من تحت، اعبي من فوق وهو ينزل من تحت. شفت الشطاره اللي انا فيها يا ولاد؟ ورحت بقى واخداه واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت وفوق، اديله اديله لحد ما مليت الغبطان. ورحت رافعاهم كده ومطلعهم على العربيه انا والفرعون الكبير الصغير. واللي يعرف بقى احنا بنعمله بالتم ده يبقى يكتب لنا في الكومنتات. وهنا الراجل صاحب البيت وحكشه اللوكش شاله معانا وشده وحطه على العربيه. ورحت بقى سايقه العربيه بالحمار وقلت المهم الحمار كان عارف طريق البيت وانا ما كنتش عارفاه. طلع الحمار اذكى مني سبحان الله. المهم كده وصلنا البيت وهنا الفرعون الكبير الصغير بيقول لي تعالي شمال شوية، اكسري كله شمال. للاسف الشديد والامل البعيد لا بس دخلت في الحيطه. كنت هكب التبن في الشارع. كان الراجل صاحب البيت هيجري ورايا عشان كان شاري لي فلوس كتير. قلت لفرعون الكبير الصغير شيل يا حبيبي على قلبك وادخل يا حماده. وهنا فرعون قال لصاحب البيت خد مني يا حاج. وهنا بقى الراجل صاحب البيت خد منه التبن وقعد يفضيه. شفت يا ولاد شغل الفلاحين مش سهل ازاي. قلنا بقى بعد ما خلصنا التبن قلنا نزلوا العفوشات بتاعتنا. نادينا الواد اسامه والعيال لميناهم قلنا لهم يا عيال. قالوا ايه؟ قلت لهم عندنا عفش ما تيجوا نودوه. رحنا جايبين العربيه الكار وهي الراعي الرسمي للفلاحين ورحنا معلقين العربيه وركبنا كلنا وخدنا العفش ورحنا. العفش بتاعي اهو، المال الحلال اهو، شقاية وتعب اهو. وعند بيت ام فاروق والشجره طرحت برقوق واديله. وهنا فرعون الكبير الصغير عامل لي فيها عرباجي وسايق العربيه. هو اصلا كان هينزل بينا في الترعه. كنا هننزل ونقول بقلوا ونبقلوا. بتباركوا لي بقى يا ولاد خالتي في التعليقات وتقولوا لي بقى الف مبروك على النقله الجديده والعفش الجديد. بصوا البيتعه طويله ازاي يا ولاد، مش زي قصيره مش طايله ورقناش. بس قلت يا بنتي وعادي عادي كل يوم عشان فنزات اشتركت كوت. خلصنا كده وركبنا العربيه ورحنا رايحين في رحله تانية خالص. لقيت النعجه بتاعت اخوالي ديت ايوه اسمها نعجه مش خروف، والده نونو صغير. قلت له رحت اسلم عليه عشان كنت فاطر البارح بتاعهم في السبوع. الله الوكيل عليا شويه جمل عايزين يروحوا للحداد يعدلهم ويجوا من اول وجديد، ولا عايزين ترجمه من جوجل ايهم اقرب. المهم كده رحنا الراجل صاحب البيت لقيناه بيحش برسيم. قلت له ما تجيبها اساعدك شويه. قال لي بقول لك ايه اقعدي عشان ما تتعورش. قلت له يا اخي اساعدك شويه. قال لي طب شيلي ورايا. قلت يا ريتني ما عزمت شلت البرسيم ورحت رايحه للبقره بتاعتنا كده حطيت لها. قلت لها خدي كولي يا جميله. وده الحمار عشان تعب معانا كتير. احنا عندنا اللي بيتعب من كفوف في الاخر زي الحمير كده. ورحت بقى ماسكه المنجل بتاعه ورحت نازله واحده يمين في شمال وشقه باص دبل كيك وشقلطت شويه البرسيم ورحت حشاه كله. رحت كده ابص على القطن ما كناش زارعين قطن اصلا، ده كان ذره عادي يعني. والارض كانت مزروع فيها بطيخ بقى مش اللي بيتاكل، لا البطيخ اللي بيطلع منه اللب الصبر. وهنا بقى ده اكل بعد ما خلصنا اكل فلاحي بسيط غريب سريع. المهم بقى لو عجبتكم الرحله بتاعتنا في الريف تبقوا اكتبوا لنا في الكومنتات نعمل رحلات تانية كتير وناخدكم معانا. واللي هيكسب معانا بقى في الرحله دي هنديله حمار هديه. وما تنسوش لايك وكومنت وشير. بتتمنى لنا من قلبكم الخير. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام.